تبديلات الزمالك وشباب الزمالك هم من صنعوا الفارق في مباراة البنك الأهلي، وهم اللي خلوا شكل الزمالك في الشوط الثاني غير، وهم اللي قدروا يقلبوا النتيجة من 0-0 وروتين التعادلات وفخ التعادل اللي كنا هنقع فيه للمرة الثانية على التوالي لنتيجة وسكور بنتيجة 3-0. احنا حاليا لا مجال لان احنا نجرب، لا مجال لان احنا نفتكس، لا مجال لان احنا نلعب لعيبه في غير مراكزها، لان احنا الخيارات عندنا محدوده، اللعيبه عندنا في المراكز محدوده بشكل مبالغ فيه. احمد شريف محتاج اعاده تاهيل. احمد شريف بيقدم موسم او بيقدم مباريات او بيقدم اداء من اسوأ ما يكون لوينج ممكن يلعب في نادي الزمالك. شيكو بنزا تبديل ذهبي حرفيا. كابتن معتمد جمال قادر ان هو يعتمد عليه في الشوط الثاني، بيغير منظومه الهجوم الزملكاويه 180 درجه. حسام اشرف اساسي نادي الزمالك السنه دي علشان ما فيش غيره، وعلشان ناصر منسي لا يصلح بالفورمه دي للعب داخل نادي الزمالك. احمد فتوح لازم يفوق، بيلعب في مركز غير مركزه. اتمنى ان احنا نشيله من نص الملعب ويلعبه في مركزه، يلعبه وينج مكان احمد شريف، ويبقى شيكو بنزا الشوط الثاني وبنتايك وراه. بنتايك باك الشمال الاساسي لا غنى عنه طبعا. احمد فتوح لازم يفوق شويه. عدي الدباغ شابوه، تحيه كبيره جدا 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 للفدائي اللي ما بيبخلش على الفرقه باي امكانيات يقدر ان هو يعملها في المباراه. نادي الزمالك باذن الله يقدر يتخطى المرحله الصعبه دي. نادي الزمالك يقدر يزق ويهندل الدنيا لحد يناير، لحد ما ربنا يفرجها ونقدر ان احنا يكون في انفراجه ماليه باي شكل من الاشكال. بنقول يا رب نقدر ندعم الفرقه علشان نكمل السيزون زي ما الجمهور قالها في المدرجات ان اللعيبه دي هي اللي جابت الدوري. الزمالك قادر ان هو يجيب لنا الدوري السنه دي، الزمالك قادر ان هو يطلع بالشكل اللي احنا بنتمناه. باذن الله كلنا ورا زمالكنا، باذن الله الزمالك افضل في اللي جاي، وباذن الله الزمالك بطل للدوري للمره الثانيه على التوالي.